المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. إصابة 43 مواطنا بفيروس كورونا. بدء جزئي للمواصلات العامة اليوم. تطور ملحوظ في تنمية البساتين في ماي منه. الجيش يبدأ عملية لاستعادة بلدة في موزمبيق من قبضة مسلحين جهاديين. هيئة قناة السويس تعلن تعويم السفينة الجانحة واستئناف الملاحة في القناة. وإصابات في تفجير يشتبه بأنه انتحاري بالقرب من كنيسة في إندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الأيام الثلاثة الماضية في مراكز العزل في أقاليم القاشبركة وجنوب البحر الأحمر والأوسط والجنوبي إصابة 43 مواطنا بفيروس كورونا، وكانت 18 حالة إصابة في إقليم القاشبركة، 11 منها في أديبرة و6 في حجر وواحدة في علي قدر. وفي إقليم جنوب البحر الأحمر ظهرت 17 حالة إصابة، 10 في جيبدو و6 في رحيته وواحدة في عصب، إضافة إلى 5 في أسمرة و3 في مندفرة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 23 مريضا بكورونا، 18 منهم من الإقليم الأوسط و5 من إقليم جنوب البحر الأحمر كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3251 حالة إصابة، شفي منها 2993، ووفاته 9 مرضى، فيما لا يزال 249 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 29 من مارس 2021. بدأت جزئيا اليوم 29 من مارس خدمات المواصلات العامة التي كانت متوقفة بسبب مخاطر وباء فيروس كورونا، وقد أعلن الحل الخاص للمواصلات العامة داخل المدينة والمدن والقرى المختارة رغم المخاطر القائمة لوباء فيروس كورونا، مما يتوجب من المواطنين القيام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق تعليمات المكافحة الصادرة. ويجب على الجهات المختصة القيام بالمراقبة والمتابعة الحثيثة للحيلولة دون انتشار الوباء نتيجة للإهمال، خاصة مع الحل الجزئي المعلن. وكانت وزارة التعليم قد نبهت لاحترام قوانين المرور كاملة للحد من حوادث المرور التي تسببها كثرة الدراجات الهوائية مع بدء التعليم. كما دعت وزارة التعليم مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والجهات الأخرى للتنفيذ الصارم لتعليمات التصدي لكورونا مع بدء الخدمات التعليمية في البلاد عامة ابتداء من الأول من إبريل القادم. أوضح منمو البساتين في مديرية ماي منه أن تطور التنمية الزراعية المروية حسنت من حياتهم المعيشية. وذكر المزارعون أن الخبرة المكتسبة وتوجيه المهنيين الزراعيين ساهم في التطور، ويعملون لتطوير أنشطتهم المقتصرة حاليا على الخضروات إلى زراعة الفواكه وتربية المواشي، مناشدين لاستمرار تشجيع الجهات المختصة. وأشاد المزارعون بدعم وزارة الزراعة، منادين بمواصلته مستقبلا بالمبيدات الحشرية والبذور المحسنة والتوجيه والإرشاد. يقوم سكان عد صعده في مديرية مندفرة بنفير لإصلاح الأراضي المنجرفة ومساقط المياه. وأوضح مدير ضاحية عد قمنه السيد سامي الأبرهي أن عدم القيام بحماية التربة في المنطقة جعلها عرضة للانجراف سنويا بالسيول، ولإصلاح ذلك يعمل السكان بتوجيه خبراء وزارة الزراعة. ودعا للحصول على الدعم لبناء الحواجز الحجرية لفعالية أكثر لأنشطة النفير. وأوضح المهنيون الزراعيون المشرفون على العمل تسيير النفير ليومين في الأسبوع لبناء المدرجات والحواجز المائية وتوزيع حوالي 30,000 شتلة أشجار لزراعتها
عبر المشجرين النموذجيين. من جانبه أشاد مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية مندفر السيد ماكاليتس فميكائيل بمبادرات سكان عبد سعده، ودعا لتقوية الأنشطة الجارية لتحويل مياه السيول للأراضي الزراعية. وتبعد عبد سعده مسافة تبلغ 9 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة مندفر. تلقت الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا وجسديا دعما عينيا من الإريتريين المهتمين والاتحادات الوطنية في المهجر، وقدم الدعم من قبل عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في السويد، وأعضاء جمعية القلب الواحد في ألمانيا، ومواطن مقيم في هولندا. كما أرسل مواطنون محسنون مقيمون في أمريكا 7 مقاعد متحركة لأعضاء الجمعية. وشكرت مسؤولة التنظيم ومتابعة الأقاليم في الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا وجسديا السيدة يبرأ لميعبيو الدعم المقدم، وقالت إن إعالة المعاقين ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وعلى المجتمع حزو هذا العمل النبيل. ولجمعية المعاقين ذهنيا وجسديا التي تأسست قبل 10 سنوات حوالي 3000 عضو، وتنشط في 44 مديرية في أقاليم البلاد الست. بعد الفاصل سيداتي سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت وزارة الدفاع في موزمبيق أن قواتها بدأت عملية عسكرية لاستعادة مدينة بالما الساحلية من مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية كانوا قد سيطروا عليها بعد هجمات أسفرت عن مقتل العشرات. وقال المتحدث باسم الوزارة عمر سارانغا في مؤتمر صحفي بالعاصمة مابوتو إن الجيش يخوض مواجهات مع المسلحين في مواقع عدة من أجل استعادة البلدة التي تقع قرب الحدود مع تنزانيا، وتضم أحد أكبر الاستثمارات الخاصة في مجال الغاز بإفريقيا تستثمر فيه شركة توتال الفرنسية. وأضاف سارانغا أن الجيش يسعى لاحتواء ما وصفها بالهجمات الإرهابية واستعادة الوضع الطبيعي في بالما، مشيرا إلى أنه تمكن من إنقاذ المئات من المواطنين والرعايا الأجانب. وأكد المتحدث نفسه مقتل عشرات المدنيين على يد المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة. من جهتها أعلنت شركة توتال الفرنسية إجلاء نحو 1000 من موظفيها من بلدة بالما. وقال وزير الخارجية الموزمبيقي أرميندو نيغونغا إن سفينة قامت بإجلائهم. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية عصر اليوم الاثنين تعويم السفينة الجانحة في القناة بنجاح وعودة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صورا تظهر السفينة في عرض القناة من جديد بفعل الرياح الشديدة. وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان إنه تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن. وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن رياحا شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة، إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى. وقال رئيس هيئة قناة السويس في وقت سابق في تصريحات لقناة محلية إن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق 3 أيام ونصف اليوم تقريبا بعد تعويم السفينة. أفادت الشرطة الوطنية الإندونيسية بوقوع تفجير يشتبه بأنه انتحاري بالقرب من كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار، وأسفر التفجير عن إصابة نحو 14 شخصا على الأقل. وذكرت عناصر الشرطة أن مهاجمين يشتبه بأنهما انتحاريان فجرا نفسيهما أمام الكنيسة في أول أيام أسبوع عيد القيامة. وأضافت أن جماعة من المصلين كانت داخل الكنيسة التي تقع على جزيرة سولاويسي وقت الانفجار الذي تزامن مع اقتراب القداس من نهايته. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق أن المهاجم نفذ الانفجار بمفرده.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في تسجيل عبر الإنترنت عقب الهجوم أنه يدين بشدة هذا العمل الإرهابي، وأمر قائد الشرطة بإجراء تحقيق شامل في الشبكات التي ينتمي لها الجناه واجتثاثها من جذورها. ووقعت أكثر هجمات الإسلاميين المتشددين دموية في إندونيسيا على جزيرة بالي السياحية عام 2002، عندما قتل مفجرون 200 وشخصين 2 أغلبهم سائحون أجانب. في إطار تجربة ترمي إلى إظهار القدرة على إحياء الحفلات على الرغم من الوباء، استضافت قاعة في مدينة برشلونة الإسبانية حفلة لفرقة روك مع 5000 متفرج من دون مسافة تباعد بينهم. ونظمت الحفلة مجموعة مهرجانات إضافة إلى متعهدي حفلات موسيقية بالتعاون مع مستشفى محلي في تجربة نادرة من نوعها في أوروبا حاليا. إلى ذلك فرض المنظمون اتخاذ تدابير وقائية، بينها إخضاع الحاضرين لفحوص كورونا ووضعهم كمامات واقية وتهوية المكان بصورة جيدة طوال الوقت. وكانت النتيجة السلبية لإثبات خلو أجسام المشاركين من فيروس كورونا شرطا لتفعيل تذاكر دخولهم إلى الحفلة عبر الهواتف الذكية. واعتبر فينتورا باربارا المدير التنفيذي لمهرجان سونار في برشلونة وهو أحد منظمي المشروع أن الهدف من هذه التجربة هو اكتشاف كيف سنتمكن من العيش مع كوفيد وتنظيم حفلات بصورة آمنة تماما. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.